spaziale si fa un viaggio terrestre con spaziale زي ما شيء البيوت. محاضرنا بعنوان أسعار النفط بين السياسة والاقتصاد. أمثلة زمن وفي وقتها وهاي نفطي وإثنان حركة شي كسني متخصص من ويان شي كسني لا متخصص. بربيعي في أزواج كسكي أكاديمي متخصص مجالي انرجي وبترول ده مخصص از بسم الأرشيف وزيرين جه البيو بجاي. المحور الرابع تناولنا فيه واقع الصناعة النفطية في سوريا بعد 4 سنوات من الصراع المسلح. أهمية المحاضرة. موضوع المحاضرة هو حيوي للغاية، ويأخذ من الأهمية ما جعل كبريات الدول والحكومات في العالم تلهث وراء السيطرة على منابعها واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بجعلها تسيطر على الأقل أو تضغط على جميع القرارات المتعلقة به سواء على صعيد الإنتاج أو في الأسواق الدولية لتحقيق مصالحها أولا. نعم، إنه النفط، هذا السائل الذي شكلت أول دفقة منه على سطح الأرض عام 1859 في ولاية بنسلفانيا الأمريكية نقطة تحول نوعية في مسيرة الطبيعة أولا وفي مسيرة الحياة البشرية وعلى صعيد الاقتصاد العالمي والسياسات الدولية، وأدت إلى إشعال الصراعات والحروب في مناطق كانت إلى حين قريب آمنة ومستقرة. لما لهذا العنصر من دور هام في تشغيل المصانع والمعامل التي تنتج السلع والمواد اللازمة لاستمرار الحياة البشرية على سطح الأرض، وفي تسيير المركبات والبواخر والطائرات التي قربت الحياة البشرية على سطح الأرض وقربت المسافات وتنقل السلع والبضائع والأفراد بسرعة قياسية وبكميات هائلة تصل إلى مئات الأطنان، فضلا عن دوره الهام في تطوير القطاع الزراعي وزيادة إنتاجيته وإنتاجية القطاع الكهربائي وباقي القطاعات الرئيسية في الاقتصادات الوطنية المختلفة. بمختصر العبارة، إنه العنصر الأكثر أهمية في إحداث التقدم البشري الذي نعيشه الآن. وهذا يدعني للقول أن إذا كان الماضي هو عصر الفحم والمستقبل هو عصر الذرة، فإن الحاضر هو عصر النفط في امتياز. لقد أصبح النفط كل شيء في عالم اليوم، إنه السياسة والاقتصاد، إنه الحرب والسلام، إنه التخلف والتقدم، إنه النعمة والنقمة، إنه الكنز الذي تتصارع حوله الدول العظمى وتبذل كل جهودها للحصول على هذه الثروة الهامة لتشكل مصدرا لطاقتها وتطورها الاقتصادي والحضاري، حتى أصبح الجميع من سياسيين واقتصاديين ينطلقون من مقولة من يملك النفط يملك العالم. يشكل النفط السلعة الاستراتيجية الأكثر أهمية في العالم، فمنذ بدايات اكتشافه في القرن الماضي أصبح المصدر الرئيسي للطاقة ومحورا لكل الإنتاج الصناعي والزراعي في العالم المعاصر. وحاز النفط كما لم تحز من قبله أي سلعة على أهمية استثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، وألقت بظلالها على أوجه السياسات الدولية والعلاقات الاقتصادية والسياسية
ما بين الدول، بل أصبح العنصر الأكثر تأثيراً فيها، ومن هنا أصبح النفط عنصراً حيوياً في الحياة المعاصرة بكل تفاصيلها ومظاهرها. وهذا ما دعا بالأستاذ دانييل يورجن يقول إن عصرنا هو عصر النفط، والمجتمعات الحديثة هي مجتمعات النفط، والإنسان المعاصر هو إنسان هيدروكربوني. وقد أدركت الدول الغربية هذه الأهمية الاستثنائية للنفط مبكرا، وجاء انهيار الاتحاد السوفيتي في أواخر الثمانينات من القرن الماضي ليفتح الباب واسعا أمام حكومات وشركات الدول الغربية لتتحكم ليس فقط بمستويات القرار السياسي، وإنما تتحكم أيضا بزمنية طرح هذه القرارات، فأصبحت قادرة على إدارة الأزمات المختلفة ولا سيما الأزمات النفطية من خلال الضغوط السياسية على كبريات الدول المنتجة للنفط، مدعومة بقوتها العسكرية والاقتصادية على الساحة الدولية. فجاء جل اهتمامها في النصف الثاني من القرن الماضي وحتى الآن لينصب على النفط كمورد رئيسي للطاقة. تعرضت أسعار النفط مما دعا منظمة أوبك إلى الإبقاء على سقف إنتاجها عند حدود 30 مليون برميل، ويشكل هذا الرقم ثلث إمدادات الإنتاج العالمي من النفط. وقد أكد وزير النفط السعودي علي النعيمي بأن بلاده مستمرة بإنتاج قصتها من النفط حتى لو وصل سعر برميل النفط إلى 20 دولار، واعتبر أنه من غير العادل مطالبة المملكة ودول أوبك الأخرى بتخفيض إنتاجها وعدم قيام الدول الأخرى المنتجة من خارج أوبك بالخطوة نفسها، لأن المملكة السعودية الآن تقول أن المؤمن لا يركب من الجحر مرتين، بمعنى